كلنا سمعنا تحذيرات انه ما تطلعوا مع حدا ولا تسمحوا لتاكسي يركب معكم طلب تاني، وتنبيهات ما بتخلص خوفا من الخطف. بس شو رأيكم انه السائق هلا هو يلي لازم يخاف على حاله، وخاصة بعد هالقصة يلي رح احكي لكم اياها. لما نشوف جريمة عم تتكرر نفسها بنفس الطريقة ويلي عم يتغير بس الضحية، بنعرف انه صرنا بمواجهة قاتل متسلسل. قصتنا بلشت ببيروت لما شوفير تاكسي سوري اسمه رجا كان واقف ببرج حمود. طلع له زبون وأشر له، قال له بدي روح عبشامون. رجا دغري حسبها براسه، قال المشوار بعيد، وقال له والله يا أخي مو على طريقي. بس الزبون قال له بعطيك أجرة يوم كامل، يعني فرصة ما بتتعوض. رجا ما صدق وقال خلص بوصله. ما بعرف كيف ما بيحسوا بالخطر وقت الواحد يتساهل معهم. يعني أنا إذا انعرض علي هيك مبلغ كنت دغري حقول إنه في شي غلط. المهم بالأخير طلعوا سوا، وهن ماشيين بالطريق في تحويلة فرعية بتودي على الجبل. فالزبون قال له فوت من هون أسرع. رجع قال له لا هيك منضيع، أنا ما بعرف هذا الطريق. بس الزبون أصر عليه وقال له أنا بعرفه، هذا الطريق مختصر. ورجع بالنهاية فات على الطريق شوي، ولا الزبون قال له وقف لي هون أنا مزنوق وبدي أقضي حاجة، أنتو أكبر قدر. رجع وقف له، بس احذروا شو طلعت حاجته، القتل. تاني يوم أهل المنطقة شافوا جثة رجا مرمية على الطريق وخبروا الشرطة، وبنفس النهار لقوا التاكسي على الخط البحري وكل شي فيها مسروق، مصاري مسجلة، حتى المراية الأمامية ما خلاها، كل شي ممكن ينسرق فيها سارقه. والموضوع كان عند الشرطة قتل بدافع السرقة. قالوا هالجريمة مثل كتير جرائم بالعالم. بس بعد أسبوع صارت جريمة تانية ونسخة عن الأولى، ضحية مقتولة بنفس الطريقة وطلقة كمان بنفس المكان بالراس وورا الأذن. وبعد أسبوع صارت جريمة تانية نسخة عن الأولى، ضحية مقتولة بنفس الطريقة وطلقة كمان بنفس المكان بالراس ورا الأذن ونفس نوع الرصاصة. الغريب إنه هالمرة ما عرفوا مين هو، ما كان عنده أوراق ولا في شيء عم يثبت هويته. يعني هو انقتل مثل رجا، بس ما بنعرف إذا انجر مثله، لأن مو مبين إذا سائق تاكسي أو زلمة عادي. وهلأ بس تكمل القصة بتعرفوا ليش أنا عم ركز لكم على هالنقطة، إنه زلمة عادي ولا سائق. خلوها ببالكم ها، رح أذكركم. هلأ شوفوا، بعد الجريمة الثانية يلي كانت ضحيتها زلمة مجهول الهوية، جابوا جثة وفتشوها وطلع بجيبته مصاري. يعني ما في سرقة بالقصة ولا في دافع واضح، وهون القصة مختلفة. الزلمة مقتول بنفس الطريقة بس ما مسروق منه شيء. بس بعد كم يوم الشرطة لقوا سيارة تاكسي مصفوفة بمكان فاضي وما فيه سكان، واقفة مو على اليمين ولا على اليسار من الشارع، لا كانت متروكة بنص الطريق، والبابين الأماميين مفتوحين، وكأنه القاتل بده العالم يلاقوها ويشوفوها. ولما فتشوا السيارة مثل العادة كل شيء فيها مسروق، حتى المراية الأمامية، وما مخلى منها شيء، نفس الأسلوب ونفس التفاصيل. بس عنا هلا لغز جديد، السيارة ما كانت مسجلة بشكل رسمي وأوراقها مو قانونية، يعني بالأساس مزورة. هون الكل صار يسأل يا ترى هالشي صدفة ولا القاتل بيعرف صاحب السيارة وبيعرف إنها مزورة؟ القاتل لهلا مجهول، بس الشرطة صار عندها أول صورة تقريبية عن أسلوبه. وهلا وبعد شهر تقريبا تكررت الجريمة للمرة الثالثة، وهي حتكون أهم وحدة، لهيك ركزوا بتفاصيلها منيح. شوفوا شو صار. هالمرة سواق التاكسي واصل على 6:30 تقريبا على منطقة برج حمود، وكالعادة بيطلع معه هالزبون يلي بحب يقضي حاجته. ولما نزل من السيارة لف من ورا السواق وضربه الرصاصة نفسها عيار 7.5 وبنفس المكان. بس يلي تغير هون إنه السواق كان معه سكين، وسكين يعني حاول يدافع عن حاله، ودافع عن حاله يعني صار في دم، ودم يعني DNA. المفاجأة الثانية إنه السواق ما مات، المجرم ضربه هالرصاصة ورماه على الأرض ومشي فكره ميت، ونقل بسرعة على المشفى وفات بغيبوبة. لهلا صار عنا 3 جرائم، 2 ماتوا والثالث إذا صحي حيكشف كل الأوراق. بعد يومين بيلاقوا سيارة السواق فيها هويته، ومن خلال تحليل الدم يلي بالسيارة، لأن مثل ما قلت لكم هو حاول يدافع عن حاله، وبالتالي دم المجرم والسائق كان موجود على فراش السيارة، فتأكدوا من الموضوع. عم تقولوا لحالكم هلا طيب ليش ما يشوفوا المجرمين يلي لهم سوابق ويطابقوها مع DNA يلي عندهم؟ فخلوني اقول لكم انه بهداك الوقت بال 2011 بلبنان ما كان في هالموضوع، او انه ياخذوا دم المجرم ويعملوا له قاعدة بيانات. وهون نحن قدام مجرم ما بيتلبك
وواثق من حاله وما بيترك بصمات، حتى كان يمسحها بالكحول ورصاصة واحدة بس بتكفي. وهون بنعرف ليش ما سرق شيء، لأنه أكيد لما انجرح كان كل همه يهرب ويعالج حاله قبل ما ينزف أكتر. مفكرين خلصنا؟ لا، بعد 3 أسابيع بتصير نفس الجريمة وبنفس التفاصيل لشاب اسمه أحمد الفاتح، بس هالمرة السيارة انعرفت من النار، فالسائق أخذ السيارة وحرقها، يعني كان فيها دلائل عليه فقرر يتخلص منها. هذا غير جرأته، يعني كل الشرطة عم تدور عليه وحتى يتنكروا كسائقين تكاسي، خاصة بمنطقة برج حمود اللي كانت مليانة حواجز، لأنه طلعت فرضية إنه القاتل ساكن بمنطقة برج حمود، لأنه أغلب الضحايا كانوا يشتغلوا بهالمربع. مثل ما بتعرفوا حتى لو السواق قادر يروح وين ما كان، بس كل سائق بضل يفضل يشتغل بالمطرح يلي هو حافظه ومتعود عليه ورجعته لإله قريبة. ومن هون صاروا يسألوا معارف الضحايا، والربط طلع انه كلهم شغلتهم الاساسيه حوالين برج حمود. بهداك الوقت يا جماعه وزير الداخليه اللبناني طلع امر وقال خلال اسابيع هالقضيه لازم تكون محلوله ومقفوله، والكل كان عم يستنى شو رح يصير، وصار الشيء يلي عم نستناه. الشاهد الوحيد يلي كان غايب عن الوعي صحي، والمفاجاه اتاري لكم كانوا 2 مو واحد شعره اسود طويل والثاني شعره بني قصير، واعمارهم بالاربعينات ومن لهجتهم واضح انهم لبنانيين. هالمعلومه هزت التحقيق، انه كيف ولا واحد من المحققين خطر بباله احتمال انه في شريك للجاني، كيف ما حسبوا حساب هالقصه من الاساس. المهم انه السواق الناجي قعد يشرح للشرطه بالتفصيل شو صار، وقال لهم يلي كان قاعد جنبي قال لي صف على اليمين مشان يقضي حاجه، واول ما وقفت اللي وراي سحب مسدس وحطه على راسي، واللي جنبي دغري اخذ مفتاح السياره. انا ما سكتت، طلعت السكين وتعاركت معهم، قدرت اجرح واحد فيهم بس بصعوبة كتير، واللي وراي طخ علي والطلقة اجت برقبتي، بس الحمد لله ما استقرت لا بالدماغ ولا بالنخاع، ولهيك ضل عايش. بعد ما صحي الزلمة وقال كل هالمعلومات، الشرطة بلشت تعرض عليه صور واسماء مشتبهين، لحد ما شاف واحد واشر عليه بقوة، هذا هو، هذا يلي كان قاعد جنبي. المحققين فرحوا وقالوا خلص القضية انحلت. بس المفاجأة الثانية لما قارنوا الDNA تبعه مع العينة يلي عندهم وما تطابقت. ومو بس هيك، بعد يومين من قصة الشاهد بس صارت جريمة خامسة، وهون المجرمين رفعوا سقف التحدي بشكل مو طبيعي. يعني صاروا مو بس يقتلوا السواق ويطلعوا ويدوروا على ضحية تانية كمان ويقتلوها، يعني يركبوا مع سواق ويطخوه بنفس الطريقة اللي متعودين عليها، بعدين ياخدوا السيارة وهن يسوقوا ويستدرجوا راكب جديد ويسرقوه تحت تهديد السلاح ويكبوه بالشارع. من تحليل الشرطة انه اللي كان يصير واحد فيهم يسوق والثاني يقعد ورا بمطرح الراكب، والسيارة توقف على الطريق وتلم راكب جديد، وراكب يفكر انه يلي ورا واحد عادي زبون مثله مثل اي حدا. وهالشي عم بيصير عنا بالدول العربية ويتكرر، التاكسي عم يوقف ومعه راكب وبيقول لك عادي هو مشواره قريب على مشوارك، وبتطلعوا سوا، بس مع هدول الطريق بينتهي بالقتل. ما رح فوت بتفاصيل الهويات والطوائف، بس يلي صار انه بكل مرة الضحايا كانوا من جنسيات وطوائف مختلفة، وهي شغلة غريبة. تخيلوا انه خلال 10 ايام بس هدول المجرمين قتلوا 4 اشخاص بهالطريقة، وصار عدد الضحايا الاجمالي 9، والشرطة ما عندها ولا جواب، لدرجة إنه المحققين شكوا إنه المجرمين يكونوا عناصر مخابرات أو شرطة، لأنه معقول بهالعدد الهائل من الدوريات والحواجز ما يوقعوا ولا مرة مع عنصر مخابرات بتنكر كسواق تاكسي؟ يمكن كانوا بيعرفوا وجوه العناصر أو متعودين عليهم فكانوا يتجنبوهم. ما عاد في حل، فالمحققين قرروا انه يفتشوا الاحياء والبيوت بالمناطق يلي كانوا شاكين فيها. الدورة برج حمود، سن الفيل والنبع. وهون فعلا بعد ما بلش التفتيش الجرائم توقفت شهر كامل، بس بتاريخ 12/10/2010 رجعوا المجرمين وظهروا من جديد وركبوا مع سواق تاكسي بمنطقة الدورة يلي كانت مطوقة امنيا بشكل كبير، واخذوه على منطقة فاضية وقتلوه بنفس الاسلوب ورموه على الشارع. بعدين اخذوا السيارة وطلعوا فيها راكب جديد، والصدفة انه هالمرة الراكب كان عسكري برتبة عريف واسمه زياد، وسرقوا منه $29 وموبايله ونزلوه من السيارة ووقفوه على الحيط. هلأ هون هو فكر انه خلص نجا، بس فجأة قتلوه بنفس الاسلوب، والاغرب رموا جثته
حد بيت ضابط بالجيش اللبناني. الجريمة رقم 10 و11 كانت تحدي صريح للشرطة. يا جماعة تخيلوا يقتلوا عريف بالجيش ويرموا الجثة قدام بيت ضابط. أي واحد بيسمع القصة بيقول هدول مو مجرمين، هدول ما عندهم شي يخسروا. المهم يا جماعة لكل شي نهاية، والمجرمين ارتكبوا غلطة غبية كتير. تتذكروا لما قلت لكم انه سرقوا موبايل العريف زياد؟ واحد منهم باعه لجاره، والجار عطاه لابنه الصغير يلي عمره 13 سنة. واول ما الولد حط خط السيم كارد بالموبايل عطى اشارة فورية لامن الاتصالات انه هالتليفون اشتغل من جديد. واليوم يمكن بتشوفوها شغلة عادية، بس بوقتها كانت ثورة تكنولوجية. بهديك الايام اذا انسرق موبايلك كان الكل يقول لك خلص انساه، اما هون الاشارة طلعت دغري. الشرطة تتبعوا الخط وراقبوا بيت الولد، وبعد كم يوم قبضوا على الولد وأبوه. بالتحقيق قالوا إنه هالموبايل اشتروه من جارهم بتاريخ 11/12/2010، والشرطة داهمت بيت الجار، وهون انكشفت الحقيقة. البيت كان لعائلة تانليان وفيه 5 أخوات: عزيز، موسى، موريس، جورج وميشيل، 3 سوريين و2 لبنانيين. بتفتيش البيت لقوا مسدس عيار 7.5 مخبى بفرن الغاز وطلع تبع ميشيل. طبعا كلكم بتعرفوا انه المسدس نفس العيار يلي كان يقتل فيه الضحايا. تم تحويل الكل للتحقيق وطلعت الحقيقة. المجرمين الأساسيين هن جورج وميشيل. بالبداية أنكروا وقالوا ما قلنا علاقة، هدول اتهامات باطلة، بس لما انحشروا بالتحقيق اعترفوا بكل شيء. التهم لبستهم قبل ما هن يعترفوا. المسدس نفس العيار، والدي ان ايه متطابق مع جورج، واوصافهم متطابقه تماما لوصف الشاهد. حتى وزير الداخليه بوقتها صرح انه ضل قاعد بمكتبه لحد ما طلعت نتيجه الدي ان ايه وتاكد بنفسه منها. المضحك المبكي انه كل القصص يلي انحكت عن انه القتله عناصر محترفين ومخابرات وناس عم يتحدوا الدوله كلها كانت صدفه. جورج وميشيل بالنهاية ما كانوا غير حرامية وبيعملوا كل هالجرايم مشان يجيبوا مصاري، وخبرتهم بالقتل كانت مو جديدة لأنه هن أساساً مجرمين قدما وقتلة مأجورين. كان في حكم قضائي ضدهم من 10 سنين بتهمة القتل، وانسجنوا بسجن رومية 7 سنين ونص. وبمنطقة اسمها النهر كانوا معروفين كتير وبياخدوا أتاوات من العالم وبيتزعرنوا على الناس. بالتحقيق اعترفوا انهم قتلوا ست كبيرة بالعمر بعد ما طلعت معهم بالسيارة، وقتلوا شوفير سوري كان شغال على خط سوريا لبنان لأنه نصب عليهم وعطاهم دولارات مزورة بدل ذهب مسروق. وكل واحد فيهم لحاله معترف بقتل أكثر من 30 شخص، يعني كل واحد فيهم بينعمل له كتاب بجرائمه. بس لأنه القانون بده أدلة، بجلسة التحقيق الأولى رجعوا أنكروا كل شيء وقالوا اعترفنا تحت الضغط والتعذيب، ولهلا لسه ما صدر حكم نهائي بحقهم وما زالوا موقوفين بالسجن، واكيد ما بيستاهلوا اقل من الاعدام. وبس هيك بتكون خلصت قصتنا ولهون منوقف. انا جودي، وصدقوني اللي رح تسمعوه الحلقه الجايه رح يخليكم تراجعوا فكره الامان نفسها. كونوا على السمع لانه الليل دائما حامل اسرار. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك، وكونوا بخير. يلا باي باي.